انا بجد بكره المصريين لما يعرفوا ان الحاجه دي بتجيب فلوس. مع دخولنا لسنه 2026 واول شهر عدى بكل سلام، ولكن من الواضح اننا نسينا حاجه تقريبا كده. احنا نسينا الفيسبوك في 2009. يعني حرفيا بجد مستخدمين الفيس لحد دلوقتي لسه عاملين صفحات فيك باسم سوسي الاردنيه اللي هي كانت محبوسه بقالها 6 شهور ولسه خارجه من اسبوعين اساسا، وكانوا في خلال ال6 شهور دول بينزلوا فيديوهات. ومش ده الغريب يا جدعان، الغريب ان في ناس بتتفاعل معاها وعلى اساس انها موجوده فعلا على ارض الواقع. وكعاده المصريين المعروفه انهم لما بيعرفوا ان الحاجه دي بتجيب فلوس لازم يستخدموها اسوأ استخدام حصل في تاريخ البشريه. يعني انا افتكر زمان مثلا في 2011 و2012 ان كانت محلات الموبايلات ترند، فانت ممكن تخش شارع كده في منطقه شعبيه تلاقي فيه 18 محل موبايل فاتحين جنب بعض. يعني الناس ما بتفكرش، خلاص بطلت تبدع. والكلام ده لسه بيحصل دلوقتي ولكن على الفيسبوك، وهو ده موضوع حلقه النهارده. وحلقه النهارده عن محتوى الفيسبوك المنتشر في الايام الاخيره، وازاي فعلا في ناس بتتفاعل مع المحتوى ده. ومعانا النهارده الوجه الجديد، مستقبل الفيديو رياكت في مصر، قاهر اطفال الروبلوكس، الراجل اللي حارق ناس كتير قوي في مجتمع روبلوكس معرفش ليه الحقيقه. معانا النهارده عمو تيمون. انا موجود فين؟ الكاميرا هنا الكاميرا اهي. استنى اطلع. عامل ايه يا فنان؟ الحمد لله والله. عامل ايه بقى؟ روبلوكس اتحظرت بقى، عامل ايه بقى في الكلام ده؟ خلاص ما بقاش عندي كونتنت. راح المحتوى. والله العيال بتاعت روبلوكس كنت رجاله ونسوان وبص ما بعتهاش. انت مش فاهم انا ايه انا دخلت عندك كده لقيت فيه قصه وناس ما حدش يعرف عنها حاجه بتتخانق مع بعضيها مين الناس دي؟ بص ان هو واحد بقى عامل نفسه انا اللي عملت روبلوكس. هو بيقول لك هو اللي عملها في مصر اصلا، هو اللي دخلها. والله هو اللي دخلها هو بيقول لك كده. انت عندك كام سنه؟ ما بحبش اقول. مش عايز تقول؟ اتكسف. مفيش حاجه حصريه ليا؟ حصريه ليك؟ 18 يا جدعان اهو كل واحد بيقول عليه طفل اهو صالح للجواز الحمد لله. ايه؟ فيديو النهارده عن حاجه كل الناس الكبيره بتشوفها، وهي محتوى الفيس. سريعا كده عشان افهمك موضوع الفيديو عن ايه. 3/4 اللي معانا في فيديو النهارده اول حاجه عملوا فيديوهات ملهاش اي علاقه بالمحتوى، عملوا فيديوهات وحشه قوي. اللي عمل ليبسينج، اللي رقص، اللي كان بيعمل كابلز، اللي طلع مع بنات. اوحش فيديوهات عينك ممكن تشوفها، اللي هو الفيديوهات ان انت عينك هتحرقك لما تشوفها. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ الناس دي اول ما عرفت ان الفيس بيجيب فلوس عملت بس هو ده انا لازم دلوقتي اتدين عشان اجيب ريتش. عارف البوستات اللي هي بتاعت ستيفان شعراوي ولا الشيخ الشعراوي؟ الناس دي بقى بتعمل كده دلوقتي في 2026. واول شخص معانا النهارده وفيديو النهارده هو الدسوقي. اول ما بدا فيديوهات كان بيعمل ليبسينج، الراجل اللي دخل الناس في الدين ده بالظبط. اول لما بدا يعمل فيديوهات عمل فيديوهات ليبسينج ما جاتش معاه، عمل محتوى كوميدي ما جاتش معاه، عمل محتوى اللي هو المفروض توعوي بس مش ديني ما جاتش معاه. قرر بقى يستغل الدين بقى. هو خلاص بقى ما لقى ان الدين جاب معاه ريتش قرر يستغل الدين. انا موسخ. قبل ما اسمع الفيديو يبدا حابب اقول ان الفيديو ده من اعداد سايندرو اخويا مستقبل اليوتيوب. هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الحق احنا الخاسرين والناس كلها ضدنا. هي فعلا الناس كلها ضدي بس انا مش لوحدي. يعني هو مع ربنا ونعمه بالله والله وكل حاجه، بس هو يعني ليه بيخبط؟ ليه اصلا ماسك شاكوش وبيعمل وبيبني؟ انا تيك توكر. باك ستوري ان هو هنا بيبني جيل دلوقتي. هو بيبني جيل ده جيل ابني. بس انت لو كسبت هتكون معجزه، العالم كله ضدك وبيحاول يوقعك، وعشان كده لازم اكسب. يعني انا لو ما انتخبتش للراجل ده وما خليتوش يكسب يبقى انا بره الدين، بره كده انا كده يا قد كفر ابن يا خلاص كده انا كده خلاص. يا سيد يا تسوقي يا بدوي، فاهم؟ انا كده خلاص بقى المفروض الحس على المقام. يعني انت برضه عايز الناس تصوت لك؟ انا مش عايز حد يصوت لي. انت بتقول ايه؟ انا عايزكم تصوتوا لنفسكم عشان الاجيال اللي جايه تلاقي محتوى محترم تستفاد بيه. يعني في امل؟ الامل في ايديكم انتوا. انا ياما فرحتكم. التصويت دلوقتي مفتوح عند مروان جريتش. اتمنى تفرحوني، اتمنى تعلمني الريتش، اتمنى تدخلوا معايا الاسلام عشان كلنا نكسب حسنات بقى وحاجه يعني. يلا امشي من الفجر بيأذن يلا عشان نصلي. انا مش قادر، انا عايز انام. بس كنت قادر تقعد على الموبايل 6 ساعات. يا عم هبقى اصلي بكره يا عم الشيخ. اطلع بقى وسيبنا انام. مش كنت قمت صليت معايا بدل النوم ده؟ هو انت لحقت تنام بالسرعه دي؟ فيديو زي ده يقلب الفيسبوك يجيب 150,000 لايك. ده هي دي موميا، ده مش واحد ميت، ده والله واحد ميت، ده واحد يعني دي يعني مفيش ميت كده، مفيش ميت متخشب كده. من ربك؟ من نبيك؟
يعني هو انا مش هو مش عارف حرام؟ ولا مش عارف برضه هو مش يعني. حرام ان هو يجيب كده بصوت حد؟ المفروض ده يعني ملاك اللي بيسأل حرام ولا انتوا؟ خلاص يا عم خلاص، ابعت لي رقمك انستا بقى احول لك فلوس. يلا يا عم بس ما مش كده تاني. ايه يوم القيامه جت. بتقول ايه؟ قوم بص معايا. هو ايه هم يعني صوروا في المغرب، هم صوروا عند صلاه المغرب قام طلعوا قالوا ده يوم القيامه. هو ايه فاهم؟ ده؟ هما بيبصوا يعني هما بيبصوا على يوم القيامه مش شباك يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. قلت لك ابعت لي رقم الانستا بي بتاعك هحول لك، بس ما تعملش الكلام ده. استنى كده. طب قلب بقى يعني دي اول صفحه دي أول صفحة. باينه يعني، قلب بقى. لا كده إله يلا إلا الله. مش متدين. انت سمعت ايه قرانيه وما عملتش البوست؟ انت مش متدين، يلا مش متدين. ابعت لي رقم الانستا بي بتاعك الحقك أنا. هنا دلوقتي الدسوقي بيسالك سؤال مهم جدا، اختار بينهم، بس طبعا عشان هو اللغه العربيه بتاعته في حته تانية كاتب اختار غلط، كاتب اختار بالنون. لا ده عيب ذكاء اصطناعي. ما احنا مش عايزين بس بقى ما تفضحوش بقى ما تفضحوش بقى. اشترك يا سوق، هنبعت لك فلوس تشترك على شات جي بي تي. هنا بيسالك سؤال مهم جدا، بيقول لك لا تتسرع في الاختيار. تمام. ما انا مش عارف هو نسي تقريبا يخيرني، انا مش هو عارف. بيقول لك لا يا تختار دي او دي، انا اختاره هو. تختار الدسوقي؟ هو- أنا اختار الايموجي ده. هنا بقى الدسوقي تقريبا كان في 2009 وبيسألك سؤال مهم جدا، الخمر اللي هي كوباية شاي ولا زمزم؟ ده بول يا اسطى، ده مغمقه بالفوتوشوب، حتى نسي غمق وشه معاه. المهم هو بيقول لك دلوقتي الاختيار ليه الخمر، لايك، زمزم، قلب. مش هشرب حاجه من ايدك. بس هتختار ايه؟ مش هشرب حاجه من ايده، ايه القرف ده؟ بص هنا محمد حسن قال له لا طبعا الخمر. جامد يا محمد. يعني خلاص يا اسطى خلاص، هو عشان لازم يجيب لك 2000 دولار من الفيسبوك كل شهر تعمل العبط. هو الصراحه لو باخد 2000 دولار من الفيس كل شهر ممكن اعمل انا الكلام ده عادي. هنقلع في الفيسبوك لو باخد الرقم ده. يعني تقريبا كل اللي بيعملوا فيديوهات على الفيسبوك بيستخدموا المحتوى ده، وده برضه هيودينا للشخص التاني اللي معانا في الفيديو النهارده. الشخص التاني ده بقى ايه؟ كان بيعمل فيديوهات يقول لك ايه؟ البت ما بتغلطش، يطلع يطبل للبنات، يقول لك ازاي تصالح حبيبتك، ازاي تشقط، يعمل تبع اعلانات. الفيمينيست. لا مش تبع الفيمينيست، امال ايه؟ عايز يشقط، هو عايز يشقط. يعمل اعلانات لبرنامج دعاره. استغفر الله. لما لقى ان الفيسبوك بيجيب فلوس اتفرج بقى يعمل ايه؟ اتفرج. صباح الخير، ربنا يكتبها لي بجد والكل مشتاق. هي دي حقيقيه ولا شات جي بي تي؟ شات جي بي تي. شات جي بي انا خدت بالي، اصل هي في فيك ده- قوي. ده بعد ما شاط 140 بنت عمل 3 اعلانات للبرنامج التعارف. والله العظيم. كان ناقص يعمل، بس هو لسه ما عملش يعني، بس كان ناقص يعمل اعلان لبرنامج مراهنات وطلع يقول لك ربنا يرزق كل مشتاق. هو مثلا هو كسل يسافر فصنعها. عادي ثواب واحد بالنسبه له. عادي يعني، اهم حاجه الريتش. هنا طبعا انا هكتم الصوت عشان مش حابب اطلع معايا قران يعني واحنا بنهزر. هو حاطط قران؟ بجد؟ والله. هنا يوسف جو بينتحل شخصيه امين الشرطه. ازاي؟ بيشوفك معدي كده تسكرول يقول لك تعالى اثبت دلوقتي، حط ايده في وشك كده، هم ال 15 ثانيه دول اسمعهم وخد اجرها. ولو ما عملتش بالبص تبقى ابن هنا برضو يوسف جو بيستخدم اسلوب امين الشرطه ولكن بطريقه مختلفه. يعني هنا بيقول لك القبر ما فيهوش نت، هم 15 ثانيه اسمعهم وروح الله يحفظك. لا بقول لك ايه بقى والنبي، اسمع ال 15 ثانيه دول يعني وروح بقى، يلا امشي بقى يعني، مش عايز منك حاجه، يلا طير. هو ليه واقف عامل زي مبابي؟ هنا بقى بيسمع القران بقى. ليه مبابي يعني؟ ليه عامل احتفالات مبابي؟ بص بيسمع القران. لا يا اخي يا تدينك ده احرج. راحه نفسيه حرفيا يا بخت اللي صمم الصوره ديت ونشرها على السوشيال ميديا، عمل جبال من الحسنات ما شاء الله. الصوره ديت انتشرت على السوشيال ميديا انتشار رهيب. هي بقى حرفيا بقى يا بخت اللي عمل الصوره دي خد جبال من الحسنات، وانا قررت هطلع على الجبال دي واخد انا بقى جبال من اللايكات. لو دخلتوا على اي فيديو يقابلكم على التيك توك هتلاقوا الصوره ديت منوره في الكومنتات. جماعه ما تيجوا نزود انتشار الصوره ديت على السوشيال ميديا كلها وناخد ثواب اكتر. يعني بمعنى صح، اول حاجه تعملها تصلي على النبي، تاني حاجه تعملها تاخد الصوره دي سكرين وتحطها في الكومنتات عشان ناس كتير تاخدها منك. هو يعني انا لو ما صليتش على النبي عندك في الكومنتات ده ما يتحرم. خدها سكرين وحطها في الكومنتات عنده. ليه؟ ياخد ثواب. لا ده لو على الثواب انا كنت فاكر ان هو عايز ريتش. لا ثواب. ازاي يعني؟ يا دي انت تاني. هو يا ابني في ايه يا ابني؟ وما فيش غير 15 ثانيه بتوعك. وايه يا ابني ده فيش ما اروح اسمع على المجد يا ابني، اروح افتح المجد القران الكريم واسمع. ايه رايك في يوسف جو؟ بناء على اللي انت شفته، يعني لو انا ما حكيتلكش حاجه بناء على اللي انت شفته ليوسف جو، ايه رايك فيه كشاب محترم؟ شاب لا بلاش محترم، بس هو يعني تاجر بالدين، واحد بيتاجر بالدين. اوريك محتوى بقى يوسف جو الحقيقي. بيقلع ولا ايه؟
وليه حاطط اغنيه يا عم الشيخ المنصر؟ ليه فاتح اغنيه ده من 15 ثانيه من وقتك حلال؟ لا هو بينزل قرآن عشان الناس لما اتكلمت عن الموضوع ده الناس دخلت وتمتني. هو بينزل قرآن يوم الجمعة بس. لا يوم الجمعة بس قرآن. لا، ما باقي الاجازه، باقي ايام الاجازه. ايوه أنا ونور في الترم التاني واقفين جنب القطايف وهي بتتحمر. مين نور؟ المفروض ده الترم التاني اللي هنعوض فيه. مين نور؟ مش عارف بس اكيد خطيبته يعني. ما انا نسيت اقول لك ان هو لما لقى الريتش عنده وقع شويتين ثلاثه قال لك بقى يخطف بقى عشان بدأ ايه؟ هم 15 ثانيه هتسمع فيهم. تاني شخص معانا في الحلقة الجميلة هذه هو محمد نينو. محمد نينو بقى كان بيعمل فيديوهات ايه زمان؟ ليبسينج تلاقي، تفتكر فيديوهات الجوكر؟ اللي هو كان بيعمل كده بالظبط، فيديوهات الجوكر تلاقي، تحديات تلاقي. لا الدنيا مش جايبه معاها همها، عمل اعلان لون اكسبت. سبحان الله يعني فاهم. لا بقى ان الفيسبوك بيدفع فلوس حلوه وبيعرف ازاي يضحك على الناس اللي بتستخدم الفيس. فقال لك ايه؟ يلا محتوى دين يلا. دلوقتي محمد النينو بيسالك سؤال مهم جدا يعني، ضحكت مراتك قلب، ضحكت امك لايك، تختار ايه؟ هو ادام هو راجل ديني زي ما انت بتقول، راجل بيعمل فيديوهات دينيه، ازاي يعمل صوره كده لمراته الفوتوشوبيه وامه دي فوتوشوب برضه؟ يعني امه انت واخد ذنوب بنت، انت عارف يعني مراتك دي ادت كام ذنب الواحد مصري؟ يعني انت متخيل؟ اوريك اللي بيعدي لي الحلقه وهو بيجهز لي بيقول لي ايه على الفيديو ده. بس التخلف اللي بقابله وانا قاعد بكتب لك السكريبت، فرحه مراتي ولا فرحه امي؟ هو مبدئيا لو هنختار هي اكيد البت دي مزه وحلو وتتاكل اكل، ايه كل ده؟ انما دي شكلها معمر دي مش، ودي مش امه اكيد 100%، ودي مش مراته لان استحاله دي تبص له. ده شاب من الشباب اللي انا قلت عليهم. لا ده شاب رايق، مستقبل اليوتيوب المصري. شوت اوت مره ثانيه للسايندرو. النينو دلوقتي بيسألك سؤال مهم جدا، بيقول لك مع الله قلب، مع الثراء مستغرب، مع الخمر لايك، مع الآثار ضحك. انا ما اعرفش ايه اللي بيضحك يعني في مع الآثار، بس يعني الاختيار لك، هتختار ايه بصراحه؟ هو كاتب لك كده في البوست. انا عايز ابعد عنه. هو ايه الشكل ده؟ وليه ما مبتسم؟ هو طبعا ليه ليه مبتسم؟ بتبقى مبسوط يعني. هو قال افيه طريقه مش فاهم ليه مبتسم، وليه برضه مع الآثار بيضحك؟ هو ده افيه انا مش فاهمينه. المره دي بقى السؤال صعب. النينو دلوقتي قلع ملط. هو ابن كام ام؟ مش عارف. هو دي واحده تانية يعني. انت عندك كام ام يا راجل؟ تلاحظ ان هو برضه يعني دي من غير حجاب بقى تقريبا. يعني انت عندك ناس كتير قوي بجد والله بتعمل المحتوى ده. يعني عندك برضه في واحد تاني انت اكيد عارفه اسمه الهلالي شو. الهلالي شو ده بقى كان زمان بيعمل ايه؟ بيعمل تحديات، بيدي الناس فلوس وبيرجع ياخدها تاني. كان بيعمل تجارب اجتماعيه، كان بيعمل تحدي غريب قوي، يخش عليك كده يقول لك انا هختبر حبيبتك النهارده ومش عارف ايه، وهات رقمها ويرن عليها ويشوط حبيبتك وانت قاعد مش عارف ازاي يعني. سبحان الله. المهم يعني بعد ما وقع والناس كلها اكتشفت ان هو ذرات وكذاب، قرر طبعا يخش من الحته اللي بتوجعه. وبما اننا شعب عطوف فيعني الحته اللي بتوجعه الدين. لا بيخش من ناحيه الدين. قول يحدد. وبما اننا شعب عطوف زي ما انت فاهم، اللي هو اي حاجه او اي حد بيتكلم في الدين الله الله الله. تعالى بقى اوريك الهلالي شو بيعمل ايه. رمضان كريم فتح يعلم 30 سنه. يوم ده تنزل قبل رمضان. ما هي اللغه التي تحدث بها سيدنا ادم؟ وانت من حضرتك اترندر في المكان يعني عمل رأي يعني. سؤال هو عادي ان هو يقتحم. هي دي لو هي اصلا مش مفاهيم معاها، بس هو ان عادي يخش على واحده قاعده وابنها يقوم زيها كده. مين هو الراجل اللي ماشي الدنيا؟ تعالى بس كده عليا ومشي الدنيا. ماشي. انا والله يعني انا لقيتك قاعده في الشارع لا انا مش قاعده في الشارع، ده بيتي. شايف الخضه؟ بيتك يا لهوي. انت ساكنه في الشارع؟ ده بيتي. تعالى يا براي، ده بيتي اصلا، ده محل. تعالى اتفضل شوف. ممكن ندخل عادي؟ عادي. يعني هو ما تقعدش جنبه، لا دخله بيتها عادي. عادي بقى. سبحانه يعني. دي حماتي. السلام عليكم يا حاج. بصي اولا يعني انا بشكرك على انك يعني سمحت لنا ان احنا ندخل بيتك ونصور، بس انا والله دماغنا. بس انت حضرتك مين اصلا يعني عشان انت تدخل وتكتب؟ ايه ده؟ الراجل داخل اوضه النوم داخل على حماته وهي قاعده عامله كده يعني. ايه ده؟ هو حضرتك مين بس؟ انا نسيت انت مين اللي جابك هنا؟ 9 سنين على كده. عندها ايه يعني؟ النص التحتاني ما بيتحركش. شلل يعني؟ لا ده انت رخم يا اخي. يا اخي يعني هو ايه ده؟ شلل يعني؟ مشلوله دي ولا ايه؟ يا عم في ايه الاسئله دي؟ محبوس واخد 6 سنين ومعايا 4 عيال. ربنا يا رب يفك. الواد اختفى. ايه ده؟ الواد عمل تليبورت. الواد عمل تليبورت.
تعرف ده معناه ايه؟ ان هم عايزين مثلا الكادر ده 120,000 مره، الواد اتبضن ومشي. لو الاسم اللي هيظهر دلوقتي قدامك في العمارة اغلى اسم واعز اسم على قلبك، اعمل لايك للفيديو ده وشير الفيديو ده لصاحبك او صاحبتك. يا اسطى بقى كفايه استغلال يا عم. يعني انا لو ما قلتش كده يبقى انا مش مسلم، انا راجل غير مسلم لو انا ما شيرتش الفيديو اللي مكتوب عليه اسم الله يعني. لو الاسم اللي ظاهر قدامك ده مش عزيز عليك ولا يفرق لك، فكك مني ومن الفيديو وروح اتفرج على حاجة تانية. قلب. لو الاسم ده مش غالي عليك امشي يا كافر يا ملحد. لو الاسم اللي انت شايفه ده مش غالي عليك فما تعملش لايك للفيديو وروح اعمل حاجة تانية مفيدة. روح اتفرج مثلا على الدحيح، على واحد بيخليك يروح مثلا اتفرج عليا اللي هو شادي يعني. انما بقى لو الاسم ده غالي عليك فانت لازم تفضل هنا وتتفرج على الهلال شو. بدل الوقت اللي انا هضيعه فين ما ممكن اتشاهد يعني، ممكن اصلي ركعتين مثلا. ما هي بالعقل يا اخويا، ما انا مش فاهم. الحقوا يا جدعان، الصين عملت سلم للسما عشان يشوفوا ربنا. ده السن ما تتجرأش تقول كده. ايه ده؟ والله العظيم. ايه انت كفرت بكل الاديان. ايه اللي انت ايه ده؟ كفرت بكل الاديان والله. ازاي؟ الفلوس جننتك؟ ابعت لي يا حمد الانستا بتاعك يا حمد. والله حرام بجد. ده صعب. يعني انا ما عنديش مانع ان انت ممكن تهزر عادي، بس ما تدخلش الدين، ما تدخلش اسم ربنا. انا عارف يا هلال ان انت مخلص وعارف ان انت مش لاقي حاجه تعملها، بس يعني اجتهد على نفسك شويه. حالتي النفسيه بعد ما شفت فيديو المقابر الزجاجيه اللي الصين عملته عشان يشوفوا عذاب القبر وازاي الميت بيتحلل، الموضوع صعب قوي. الفيديو الاصلي عندي في البايو في الاكونت، نصيحتي ليك واخواتي هو حد يخش يتفرج عليه. ايه بقى حالته؟ انت كده محتاج تكلم البنك الاهلي يديك كارد يعني. ايه ده استنى امي. حرام عليكم يا جدعان والله اللي بتعملوا فينا ده، حرام عليكم. الشخص اللي معانا بقى دلوقتي هو يعني شخص غير كل اللي فاتوا. على الاقل لو هنقول ان كل اللي فاتوا بيتعبوا شويه او بيفكروا او يعني بيشغلوا دماغهم 5%، ده بقى الفكره ان ده بيستسهل في كل حاجه يعني فاهم. بيسالك سؤال صريح كده، بتعمل ايه في رمضان؟ تبعد عن ربنا ولا تقرب من ربنا؟ بصوم. انت لو سالت تاجر مخدرات السؤال ده هيقول لك ان شاء الله قرب. يعني عندك هنا مثلا بيقول لك بدون الله ولا مع الله. حضرتك انت لو لسه زاني يعني لسه قايم من الزنا وسالتك سؤال زي ده اكيد هتجاوب السؤال الاجابه الثانيه. السؤال ده بقى جديد بقى يعني، هنا هو تعب شويه جاب سؤال جديد. بيقول لك بتحب امك؟ لايك. بتكره امك؟ لاف. يعني مؤسس حقوق الوالدين في مصر ده مؤسس. يعني هل انت مثلا مع ان انت تقعد امك على كرسي ولا ان انت تديها بالنص في الشارع كده وتنزل تديها بالبواني؟ انت لو مع ان انت تقعد امك يا ريت تنزل تعمل دلوقتي لايك للفيديو ده، الفيديو بتاعي وسيبك منه هو. ولو مع ان انت بتدي امك بالنص يعني فاهم، انا بحب يعني كيفي ان انا اديها سوبلكسات فاهم، قبل ما تنام كده لا ما تناميش سوبلكسات كده. فانت لو كيفك سوبلكسات زي تنزل في الكومنتات تحت. هنا بقى سؤال جديد جدا يعني معانا دلوقتي، سؤال جديد وشائع. بيقول لك الصلاه ولا اللعب؟ تختار ايه؟ الاثنين. انا ممكن اصلي بعد كده ارجع العب. لا تختار حاجه. ما ينفعش. انا اسف. حتى هم احنا هنا في محتوى الفيسبوك لازم تختار حاجه. لا ما اصلا اعمل ايه؟ ماشي انا هختار برضو الصلاه. فصلاه. هنا بقى هو ما فكرش يعني مش هيفكر بجنيه، هو هيخبطها لك في وشك كده. الحلال ولا الحرام؟ تختار ايه؟ حرام حلو. لا الفكره ان الكومنتات يعني في واحد بيجاوب بضمير يعني الحلال اكيد الحلال اللي هو بيحزق وهو بيجاوب. اقلبي واقلب انت كمان. لو الاسم ده مش عزيز على قلبك اقلب يا عم ولا كأنك شفت اي حاجه. حاضر. انا كاني شفت اي حاجه فعلا. ولا كأني شفت اي حاجه. هو اصلا مش الفيديوهات دي احنا شفناها قبل كده. ماما ايه هو محتوى واحد وبيوزعوها مع الناس كلها. ايه ده؟ القبر من غير موبايل دول 10 ثواني اسمعهم وكمل اللي بتعمله. التاني بيديك 15 ثانيه ده بيديك 10. ده بتاع الناس اللي هي معهاش نت يعني بيسمعهم القرآن بسرعه وهو ماشي اهو. ده هو ماشي. بص الفيديو بدأ ازاي؟ شفت الخضه اللي اتخضها في الاول؟ لو الاسم اللي قدامك ده مش عزيز على قلبك اقلبه يعني انت وصل بيك الغباء ان انت مركب استغفر الله العظيم اسم ربنا على خنزير. لا لماذا؟ يا اسطى انت عبيط. اي حاجه ايا كان نوع الحيوان انت عبيط يا اسطى، متخلف اهطل. ايه ده يا جدعان؟ مش انا جايب لايكات كتير ايه ده؟ احترم القرآن دول 10 ثواني اسمعهم وروح ربنا يطمن قلبك. يا ايه ده؟ انت خارج من البحر تسمعني القرآن يعني ولا ايه؟ اقل سمكه بولتي في مصر. يا ايه ده؟ وليه باصص لي كده يعني؟ انت ليه باصص لي بصه ان انت اللي كافر وانا اللي مؤمن؟ مش متعصب او ايه يا عم ده؟ العكس يعني انا اللي كافر وانت اللي مؤمن. اسمع يا ابني.
واخر شخص معانا في فيديو النهارده هو شخص كان بيعمل فيديوهات ملهاش اي علاقه بالدين. حرفيا الراجل ده كل محتواه ان هو صور فيديو مع بنت جامده فشخ، وطول حياته شغال كواليس على الفيديو ده ينزلها على الفيس، لحد ما عرف ان الدين بيجيب فيوز او بيجيب فلوس، فقال لك يلا دين يلا ديني. يعني ده مثال سريع من محتوى استاذ بتاتا. بص 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 هو فيديو واحد واخد كواليسه طول الدنيا. ايه يا عم في ايه يا عم؟ بعدها بقى تلاقي جاي بيسالك سؤال مهم جدا، بتحب امك ولا بتكرهها؟ يا نهار اسود، لا يا اسطى حرفيا هو عمل اللي انا قلت عليه من شويه، هو لسه رايح امه نص. لا يعني انت الفيديوهات السيكو سيكو اللي انت عمال تعملها مع الاستاذه ام عبايه سودا، وجاي دلوقتي تدخلني في الدين مره واحده يديكني جنيه بالدين. هنا بقى بيسالك سؤال جديد بقى. ايه ده؟ بيقول لك مع الله او ايفون. هم اخترعوا دين جديد اسمه الايفون يعني. على اندرويد. ايه ده يا اسطى؟ انا سامسونج معلش. يعني هل انتوا في مخاخكم فيها قلاليط؟ يعني هل انتوا متخلفين؟ يعني هل الاسئله دي اسئله بجد؟ وهل انا المفروض اجاوب على الاسئله دي؟ يعني انت عبط شباب بتاتا، انت محتاج تتعالج. ابعت لي يا عم رقم الانستا بي بتاعك يلا. يعني احنا كده خلصنا الرياكت. الله الحمد لله والله. عارف ان انت جبت اخرك، ولكن عشان دي للاسف اخر حلقه فقررت ان انا يعني ازود فقره مهمه، وهي فقره تير ليست. معانا النهارده ناس يعني او مجموعه من ابرز صانعين المحتوى، منهم الحلو ومنهم الوحش، فانا هاخد رايك في الشخص. لو انت عارفه هتديله تقييم. معانا طبعا اول تقييم هو اوسكار، انا اللي حطيته عشان قصدي على حد معين. وانتوا طبعا عارفين مين، اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت. اخويا، مع اني ما اعرفوش شخصيا بس اخويا. تاني واحد شغال يا وحش، يعني اللي هو تالت تقييم هو مشي الدنيا، اللي هو محتاج يشتغل على نفسه. رابع تقييم اللي هو افتح مشروع، انت محتاج بجد يعني تسيب الدنيا وتفتح مشروع. وخامس تقييم هو اتقي الله، اتقي الله فينا وفي محتواك وفي اللي انت عملته فينا. اول واحد معانا علي امال. تعرف علي امال؟ شكله كده حاجه قبيحه بس خليه اتقي الله، انا ما اعرفوش. ناخد نبذه عن محتواه طيب قبل ما تتكلم. وانا من الشكل ده اكيد مش بيعمل مثلا شيخ منصر. ناخد نبذه. هو كان عامل عينه كده بجد. تيلا والله، تيلا فينا وفيكوا وفي كل ايه. عايز تشوف حاجه تانية؟ مش قادر. بص اصلا واحد واخد له ستيكر عامل ازاي. تمام. تيلا علي امال في اتقي الله. تاني حد معانا هو حبيبه رضا. يعني تاخد نبذه عن المحتوى ولا انت عارف؟ انا عارفه ده. انا مبيت فيه. حبيبه رضا فين؟ مبيت فين يعني. انا لو حطيتها كده يعني حاسه هكون راجل مدلس، بس يعني ماشي يعني. لا افتح مشروع، افتحي مشروع، افتحي مشروع. رساله ميك اب ارتست، خليكي كده هتبقى حلوه والله. افتحي مشروع. تالت حد معانا هو كروان مشاكل. يا لا ده مشاكل يا دين امي. مش ده اللي كان عامل فرح وعبد الحليم الحافظ؟ ايوه ومش حافظ دي عمل له وفرحي عمل كده، كان فاتح لايف فرحي. تعرف ان الحوار ده كان فيك؟ ما انا عارفه فيك. فيك عشان يجمع فيه. تحط كروان فين؟ والله انا في مكان يعني انا مش عايز احطه اصلا، بس هتحطه اتقي الله. هو ده نصهم هيبقوا اتقي الله والله. اتقي الله ما عادي. ده صاحب الابلكيشن، استنى اوريهولك. عصام كريكه ولا ايه رايك؟ ده اول مره اروح اشوف يعني بيموت بيطرطش تويست. لا هو لا هو محتواه ان هو بيموت برضه. ما هو مفيش حد عدل. ده بقى حبيبي، ده انا بحبه الصراحه، بس عشان انت صعب الاختيار هنا. علي بولتكس طبعا غني عن التعريف. كنت اتكلم عن محتوى بجد. اتكلم براحتك يعني. انا كده انا لو هقيمه هحطه في اوسكار لان انا بحبه، لكن انت الاختيار ليك. بحبه ايام ما كان اللي هو كان في بدايه محتواه، كان في شيخ فشخ عامه. كنت بحبه يعني انا من ايام وانا صغير، ومش صغير، ده كان الكلام ده من سنه يعني. لسه صغير يعني فكنت بحبه فشخ وكنت بحبه محتواه. بس في اخر فتره اتجه لحته بقى عارف شغل جي تي اي وشغل ما بحبوش الصراحه، وشغل اطفال. حاسس المحتوى بقى مخصص للاطفال اكتر ما هو مخصص للكبار. بص لو هنتكلم بصراحه فهو احسن من غيره بكتير. هو احسن من كل بجد. هتحط لا حط اوسكار الصراحه عشان اوسكار. اول واحد ياخد اوسكار معانا هو علي بولتكس. عمر كاتو احسن واحد في مصر بيعمل فيديو رياكت. انا سمعت عنه الواد ده. ناخد هو الراجل ده عشان معي يعني ما يزعلش وانا قلت عليه واد يعني. اوريك كليبات ليه. ايه يا ابني انت ما بتفهمش؟ ما عندكش دم؟ مش انا قلت لك ما تكلمنيش قبل كده؟
ما ترد ردة الماء بزورك. طب هو انا عملت ايه؟ انت مش عارف عملت ايه؟ لا ما اعرفش. البنات اللي هي على الانستجرام بتاعك ده انت مش تشيلها؟ مش 100 مرة قلت لك شيل البنات دي؟ وانت عايز ايه دلوقتي؟ انت بتنفخ. ده جامد فشخ. ركاته ده هيتحط فين؟ والله بص، بما ان اوسكار هي حاجه جامده فشخ، يعني شغال يا وحش. شغال يا وحش. ابو جراح، مش عارف ابو جراح. بالله عليك سامحني يا احمد بيه. ادي اللحمه دي للكلاب. اسامحك اللي يدخل عندي وعينه تترفع على اهل بيتي ما يتسمحش. ايه رايك؟ افتح مشروع. افتح. تحياتي يا عم ابو جراح. يعني افتح مشروع. افتح مشروع. ده بس ده حبيبي، ده بقى ده اللي جاي، ده بقى حبيبي يوسف الفن. يعني لا اوسكار، حط اوسكار على طول من غير ما نشوف. اوسكار يوسف الفن. احنا انا مثلا مش شايفهم يا جدعان، والله انا ما كنتش شايف يعني لما بعرف الاسم. طبعا وليد الواو. هو يا جدعان الناس دي عندها ارقام كده وانا ما اعرفهاش ازاي، وانا مش عايش ولا ايه؟ بقى علشان خاطر فاضل ربع ساعه بس. انا بس الكاوتش بتاعي اتخرم وانا مش عارفه اعمل فيه ايه، والجو ساكت زي ما انت شايف، وعندي ميعاد مهم في شغلي بعد ربع ساعه. طيب ماشي انا هغيره. فايه رايك؟ ده وليد يعني. تقلني يا ابني على التقييمات بعد اذنك. تقل يا عم وليد. تقل. بس انت مش سوبر هيرو تعمل لي كده وتتحقق يعني، ما اي شغل هون كده. ماندو. ماندو العالمي. من الوجع. ماندو موهبه. انت طبعا عارف ماندو. خد بالك صاحبي. ها مش معنى اتقل يا ماندو. يعني بغض النظر عن الوسايط هنا والله. القيصر صانع الطفوله يا لهوي. انت بتحب القيصر؟ فشخ وانا صغير يعني. حاليا بطل يعني، والله مش قصدي حاجه، بس هو حاليا بطل محتوى او فقد الشغف بقى. يا اما بيعمل فيديوهات، يا اما الاعلام، يا اما بيعمل فيديوهات اليومين دول اللي هو ارتباط وكده، مع انه مش محتاج ريتش. اول مره في حياتي اشوف حد بيحب القيصر. انا بحب القيصر وانا صغير ماشي. حاليا والله لما عادي يا عم، قول اللي في نفسك. بفتكر الذكريات اقول يا ده انا كنت بقعد عليه ومش مش قصدي لا انت قايم عشان ما ينفعش اتكلم بجد. اوسكار حط القيصر مع بولتكس ويوسف الفن. حبي. ممكن اعمل تدخل اداري. تنزلوا درجه؟ درجتين ماشي الدنيا. ممكن خليها شغال يا وحش. ما انا مش هحط القيصر جنب عمر كاتو الصراحه، قلبي ما يعملش كده يا اسطى. هو جامد فشخ. ماشي الدنيا. يا اسطى انت تدخل على فكره، بيلعب في تدخل اداري. هو بيلعب تداري كده، بس انا مثلا بحب القيصر. تدخل اداري حبيبك يا جبل. خش مرة. شطة نار البت مني. شطة نار. انا على فكره لدغه، تعرف ده؟ ايوه باين. لا انا طب لدغه في ايه؟ في الري؟ لا مش في الري؟ اقول لك. قولي. لدغه في السين والصاد والسه والزين والزال. يا نهار شوح. فاضل لي حرفين واخرس. تاني لدغه في ايه؟ تاني. يا دين امي على ايه رايك؟ ينفع اعمل حاجه اداريه امسح الصوره؟ ايه افتح مشروع ولا اتقل لا؟ يعني لا يعني افضل اتقل لا والله يا بنتي. مش حاجات الناس، مش لعبه. ثانيه واحده بس على المسوي بص نحطه فين؟ افتح مشروع عشان ما ردش عليا. افتح مشروع بس بغض النظر هو محترم فشخ. معانا بقى الراجل اللي انا فعلا بحبه وبرتاح نفسيا كده لما بتفرج عليه. واجبتي المفضله وانا بمنتج فيديوهات بفضل مشغله كده في الباك جراوند. موندي. عارف موندي ولا اوريك حاجه؟ لا شفته، عارفه يعني، شفت له ريلز. فشيخ يعني لو التقييم من 10 انا اديله 11. ده انا، ولكن ده عشان تقييمك انت، فانت تقيمه بايه؟ مشي الدنيا. ماشي. مع ان والله القيصر اعلى، بس يلا يعني. يا راجل اتقل لا تحطي. انا اصلا معديها لك ان انت حاطط موندي جنب القيصر، بس عادي يعني. معانا دلوقتي رئيس التيك توك. الراجل ده بيعمل صعبانيات كتير قوي يا جماعه، بجد. صعب خد بالك. انت عارفه؟ اطفاله ما بيحبنيش، متخانق معايا. هو انا صعب، هو بجد صعبانيات اوفر سينك يعني. في كل فيديو لازم يعيط له عيطتين، صعبانيتين. خلاص بقى ما تحرجوش بقى، خلاص بقى. صعب يا اسطى. انت بقيت يعني، انت كنت كويس فتره بس انت بقيت صعب. انت كل ما يقع عليك ما تحرجوش. وعمل حاجه حرام بس هو ندم عليها. ما تحرجوش قايم كفايه. لا اتقل ما يتحطش جنب حبيبي يعني. اتقل. انا والله مش بيك فن، محدش يفهمني غلط، بس انا عادي. اتقل لا فعلا. مين ده بقى؟ ده عمر وزو. عارفه ولا مش عارفه؟ لا
شفته لا ما تفهمش. معانا عمر روزو، والنبي كفايه، والنبي يا اسطى لا. مش قادر تتفرج صعب. عليها حاجة؟ انا لما شفت شكله لا صعب وفي كميه حريم وفي كميه شعر وفي كميه ذنوب جوه. لا صعب. انا دخلت النار. خلاص ماشي. تقل او توب يا اسطى. توب والله. عبد الله التركي، بما انك انتوا مع بعض انتيم حطوا معاها. افتح مشروع. افتحوا مشروع واحد كلكم. النص نص. لا كان جميل، كان حلو في فتره. دلوقتي خايش بقى بيفتح لايفات عايز ياكل عيش. شغال يا وحش. حط الوسط ناصر في شغال يا اخي. ده انت بتقيم بوش رجلك تحط الوسط ناصر جنب عمر كاتو يا ابني. انت متخلف يا ابني. خلاص يا اسطى خلاص نزلوا درجه. مشي الدنيا. وعد يا وعد. مش دي اللي بتعمل حاجات غريبه بوشها. بتورينا بطاطا. الحاجات اليعه دي. دي يعني ايه العفانه؟ احطها يا عم التيله. عفانه فشخ عامه. التيله جيار القدوه الاسطوره الممثل. تحط الجيار. انا انبسطت قوي لما ظهر في المسلسل. انبسطت فشخ والله الراجل ده. شغال يا وحش ولا اوسكار؟ لا شغال يا وحش. شغال يا وحش. ماشي. الجيار يتحط جنب عمر كاتو. والله يا جدعان كنت عايز احط القيصر في فوق بس يعني الراجل ده دخل تدخل جراحي فما اعرفش. ده كان تقييم عمو تيمون لاكتر الشخصيات المشهوره على السوشيال ميديا دلوقتي، ودي كانت اخر حلقه من برنامج ما ترحمونا بقى. انبسطت جدا يعني في البرنامج ده معاكم. انت بتعمل ايه؟ بقول هاجي تاني ان شاء الله. تيجي تاني ان شاء الله على قناه الجيمنج بقى. استنوا محتوى جيمنج جامد قوي انا وعمو تيمون في رمضان. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وبس كده. خلاص الفيديو خلص خلاص. يعني المفروض انت اشتركت دلوقتي. يعني مش عارف انا ايه الصم والبكم اللي بيعملوا ده. اشترك عنده برضه هتلاقوا قناته في الكاليبريشن، او يعني دوس على قناتي هيفتح لك قناتين كده. قناتي انت اوريدي مشترك فيها عشان انا تعبان وعمال اعمل لك فيديوهات حلوه انت ما بتفهمش. وبرضه اشترك في قناتي عشان الراجل ده محترم وقدرني وجه. وبس كده. انا شادي جن. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. عامة انت جايب ناس كتير. اتمنى انك تجيب. انا تعبت. لا بجد. هتجيب تاني. البرنامج ده تعبني فشخ. هتجيب ناس تاني. البرنامج ده تعبني فشخ. اعمل سيزون 2 بس ان شاء الله. يعني ناس افشخ بقى ان شاء الله. لو يا عم ايه يا عم انت على فكره انا جبت ناس في الموسم الاول ده. يعني الناس كلها فاهم 10 على 10 بس جبت ناس مش اي حد يعرف يجيبها. دي حقيقة. اول حاجه عبده سوني. عارف عبده سوني؟ عبده سوني ده مشهور فشخ على الفيسبوك. طلع بوشه من الناس اللي هي المجهوله اللي ما بتحبش تطلع بوشها. طلع بوشه مرتين بس. المرتين عندي بجد والله العظيم. جبت مين تاني؟ شادي اوسكار. يعني ما انتوا عارفين. الراجل اللي رد عليا بتسلم يا برو. انت بقى انا حطيت اوسكار في التقييم والله عشانك يعني بقى. ايه تاني؟ جبت مين تاني؟ محمد بلاطه ده اول حلقه من ايقونات التيك توك. ده مشهور قبل ما التيك توك يتشهر. بجد والله حاجه. كان عارف شيكو فندي؟ كان بيعمل فيديوهات مع شيكو فندي. عارفه شيكو فندي. يعني فاهم. انا برنامج تعبني فشخ يعني. لا انت كنت عامل شغل جامد فشخ. والاعداد برضو والله الاعداد جامدين. يعني اخر حلقه كانت من اعداد سايندرو ده يوتيوبر مستقبل اليوتيوب. عندك برضو اعداد بقيه الحلقات كلها اللي هي مديحه. اعداد 10 على 10. والله انا تعبت قوي في البرنامج ده. انا حريت قوي مع اننا في شتاء بس اتحريت. يعني الفيديوهات اللي بتطلع صهد يا جدعان والله الراجل ده تعب. بالك اكتر من كذا حلقه. بالك تعبت